عندك تكيسات مبايض، مقاومة أنسولين، كوليسترول عالي، نهجان وتعب من أقل مجهود، حاولتِ كتير ومعرفتيش توصلي للوزن المثالي، مع دكتورة شيرين عويس وبس هتوصلي للوزن المثالي بدون جراحة، بدون ألم، بدون أي أدوية مضرة، بدون أي حقن شغالة على المخ، هنعمل تكميم معدة بدون جراحة. معانا اليوتيوبر سماح شرف هتحكي تجربتها بنفسها أول 3 أسابيع خسينا فيهم كام كيلو؟ خسيت 12 كيلو ما شاء الله اللهم بارك. هقول لكم بقى تجربتي مع الدكتوره شيرين. اساسا طبعا انا معروفه ان انا بقالي 7 سنين في اليوتيوب. كنت رفيوعه. اخر سنتين ضربت. لفيت كتير ورحت كتير لدكاتره مشهوره اسما بالاسم كده دكاتره كبير وكتير جدا. وطبعا المتابعين بتوع عارفين ان انا اروح شهر واقعد. ليه كنت بقعد؟ ما كنتش بلاقي نتيجه حرفيا والله العظيم. كل كلمه بقولها حصلت. انا من اول جلسه انا كنت بسمع يعني الحالات عندها يقولوا ايه ده احنا خسرنا من اول جلسه. كنت بضحك على فكره اقول ايه ده اول جلسه. انا جربت بقى والله العظيم من اول جلسه. اول اسبوع انا بقيت البس حاجات ما كنتش بلبسها. وهقول لكم على حاجه حصلت معايا. تمام انا كنت في يوم بلبس بعد ما عديت اسبوعين مع الدكتور في بنطلون جينز انا بحبه قوي. كانت واحده صاحبتي جايبه لي فبلبسه. لقيته دخل فيا معقول بس دخل بس مسك من على البطن ايه مضايقني. قلت برضه هلبسه واروح بالجلسه. مضايقني طول ما انا ماشيه كاتم على نفسي بس دخل. ما كانش بيدخل اساسا من عند الورك من هنا يا جماعه. جه بقى ايه اليوم ده عملت الجلسه. بعد ما خلصت الجلسه ارفع البنطلون. بعد ما خلصت بظبط نفسي. ايه ده البنطلون دخل عادي جدا ومش كاتم على نفسي وقفلت السوسته بالراحه. من جلسه والله العظيم. في نفس الجلسه عايزه اقول لكم انا جايه لها بكتله امراض. يعني عارفه ان انا جيت لها للدكتور ليه؟ انا ما كنتش جايه خلاص بقى. انا جيت لمرحله ان انا مش جايه ادور على الشكل قبل الامراض. رحت للدكتور القلب قال لي انت 35 سنه؟ لا يا حبيبتي قلبك ده قلب واحده عندها 70 سنه قدامك 5 سنين وتدخلي عمليه قلب. جالي تكيس مبيض. البريود كان بيجي لي كل 3 شهور وما بتنزلش غير بالعلاج. ظهر واحدة عندها 75 سنة. أقسم بالله وحق كتاب الله كل كلمة بقولها لكم حصلت. إن أنا في 3 أسابيع حياتي اتغيرت. لايف ستايل. بصوا هي أساسا عسولة وتخشوا هنا ولا اللي معاها بقى الدكتورة حقيقي ما فيش زيها. واللي معاها تحس إن في بيتك. أنا ببقى جاية الجلسة مبسوطة وفرحانة. جاي اخد كده جرعه ادرينالين. لا والله اللي اسمها ايه ادرينالين. هي دي جرعه السعاده يا جماعه كاني واخده شوكليت. والله العظيم انا كنت مستحيل اتصور ان اكمل مع دكتوره واصمم ان انا اوصل. يا جماعه انا في 3 اسابيع شكلي اتغير تمام. بطني دي والله كانت كده. انا كنت حامل في الشهر ال 15 مش التاسع على فكره خالص. وطبعا متابعيني عارفين كل كان عارف ان انا حامل. لدرجه الناس كانوا بيقولوا لي هتولدي امتى؟ ما انا شكلهم واحده حامل بقى لها سنين مش راضي ينزل البيبي اساسا يعني. انا 3 اسابيع انا مش مصدقه ان انا لابسه اللبس ده. اول لابسه معاكم اساسا مش مصدقه ان لابسه السايز ده في 3 اسابيع. ممكن تقول ان انا ببالغ ولا بعمل لها دعايه. والله لا بعمل لها دعايه ولا كنت اعرفها ولا كانت تعرفني. انا جت بالصدفه قدامي. انا قلت هجرب زي اي ما انا جربت كتير يا جماعه هجرب. انا جيت انبهرت. شفت نتائج عندها ما شاء الله. ناس بقالها 3 سنين مبطله اساسا وانا اعرفهم شخصيا بقى. ما زادوش جرام. يعني بجد مصداقيه امانه. المكان مريح جدا. هي بتشتغل بنفسها. انا ما شفتش دكتور تغسيل بيشتغل بايده بنفسه. لا ما شفتش كده. الجلسه مش ربع ساعه ونص ساعه زي ما كان عندي ناس تانيه. وعايزه اقول لكم مش حكايه فلوس. هي طبعا بتبقى متفقه معاك على حاجه بس تيجي تلاقيكي انت محتاجه حاجه تعملها لوحدها. الاقيها تلاقي ظهري مش عاجبها في الجلسه دي. الاقيها بتشتغل. هي خلصت جلستها انا خلصت خدت حقي. الاقيها بتعمل لي جلسه كمان على فكره ما حسبتنيش عليه. مش معايا لوحدي والله مش عشان انا يوتيوبر. انا بشوفها مع نفس الحالات بتتعامل زي ما بتعمل معايا بالظبط. حقيقي. مصداقيه. امانه. عندي اصرار رهيب ان انا اوصل معاها لل70 إن شاء ان الله. شاء الله. وباذن الله هوصل وهوقف نفس الوقفه دي وانا 70 كيلو. بس اقول لكم الامراض اللي انا جايباها تاني غير القلب. مقاومه الانسولين. الكوليسترول العالي كوليسترول. جدا. دهون ثلاثيه. انا جايب كتله امراض. ده كمان لو انا رحت بقى على ظهري كان هيقول لي انت اصلا روحي ركبي لك ظهر تاني. ركبي كانت ركب واحده تانيه. انا ما كنتش مصدقه. اول امبارح وانا بجري ورا ابني في الريسبشن وبشيله وبلف بيه
ما فيش نهجان، باصحى من النوم ضهري مش واجعني، ما باتقلّب وأنا نايمة ما فيش ألم، معقول 3 أسابيع يغيّروا حياة بني آدمة؟ قسمًا بربي مع الدكتور شيرين كل ده حصل، لا دعاية وباحلف تاني قسمًا بربي، لا جيت اتفقت معاها لا كلمتني ولا كلمتها، أنا زيي زي أي عميلة عندها وبادفع زي أي عميلة عندها، عشان بس في ناس بتقول ده اليوتيوبر عشان بياخدوا فلوس وده كله من غير مقابل فبيأفوروا، لا 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 أنا قسمت لكم بالله إن أنا زيي زي أي عميلة باتعامل عندها بتشتغل معايا زي أي حد، زي أي حد وباشوف بعينيا. إيه رأيك بقى في جلسة الوش اللي إحنا لا ده عملناها؟ كمان نسيت اقول لكم ده مش بتهتم بس يا جماعه بالتخسيس، ده عملت لي جلسه لبشرتي، انا مروحه جوزي بيقول لي في حاجه متغيره بشرتي اتفتحتي، والله يا جماعه ده بتلاحظ كمان ده بتعمل الجلسات. عملت لي لوشي جلسه انا اول مره في حياتي اشوف الاجهزه دي، ده كمان مش تخسيس، ده كمان بتخليني نورت. عروسه بتنورني نورتني والله العظيم كل حاجة عندنا. ونحتت لي عارفين يا جماعه انا كان رقبتي دي ما فيش رقبه على فكره، أنا ده كده واللغد ده كان كده، وكنتوا طبعا المتابعيني اللي يعرفوني وانا سماح شرف خشوا شوفونا على اليوتيوب شوفوا شكلي كان عامل ايه قبل ما ابدا مع الدكتور، وانت بتعرفوا ان انا ده كان الرقبه دي لازقه، انا بقى في رقبه ما بقاش في هنا التكتلات، انا كان بطني دي كده كده جايه كده حرفيا وجناب هنا. لا انا اتغيرت ولا ظهري، انا كان ظهري مليان جدا، دراعاتي دي كانت دراع قد كده بجد بجد، يعني انا مش عارفه اقول لها ايه، لو فضلت اشكرها من هنا من سنه قدام والله العظيم هي قبل ما تكون دكتوره هي انسانه 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 بتحسي بالناس جدا، يعني بتحس بمعاناتك وعارفه قد ايه السمنه مقبره الجمال لا هي بتحسن نفسيتك بتخليكي عايزه تكملي، لا انت هتكملي غصب عنك هتكملي على فكره مش وهنثبت وهنكمل ان شاء الله. وانا معاكم على اليوتيوب يا جماعه انتوا هتشوفوني هننزل في الفيديو بقى بعد ما نكمل بقى رحلتنا ونشوف بقينا كام من الاول وبقينا كام في الاخر، وهنثبت ان شاء الله وننزل برضو ونوريك وان شاء الله باذن الله معاك دكتور لحد وصل للي انا عايزاه. بشكرك يا دكتور جدا العفو جدا على ايه، نورتيني ربنا يخليك.